أفادت مصادر إعلامية متطابقة صباح اليوم بتطور سياسي لافت في فنزويلا من شأنه أن يربك أحد أبرز المحاور الداعمة للأطروحة الانفصالية المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية. فقد أقدمت الحكومة الفنزويلية المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز على اتخاذ أول قرار سيادي حاسم يقضي بتوقيف جميع الالتزامات والقرارات السياسية والمالية التي أقرها الرئيس المعتقل نيكولاس مادورو، وفي مقدمتها الدعم المشبوه الذي كان موجها لجبهة البوليساريو الانفصالية. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن هذا القرار يشمل تعليقا فوريا لأي دعم مالي أو لوجستي أو دبلوماسي تم منحه خارج الضوابط القانونية والمؤسساتية، وهو ما يضع حدا لسنوات من الانخراط الفنزويلي غير المبرر في نزاع إقليمي مفتعل حول الصحراء المغربية كانت كاراكاس خلاله أداة سياسية في يد أجندات معادية للمغرب وعلى رأسها النظام الجزائري. وأكدت مصادر مطلعة أن ديلسي رودريغيز أمرت بإطلاق مراجعة شاملة للسياسة الخارجية الفنزويلية في خطوة تعكس إدراكا متأخرا لحجم التورط الذي جر البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالح الشعب الفنزويلي ولا تنسجم مع مبادئ الحياد واحترام السيادة الوطنية للدول، وفي مقدمتها سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وفي هذا السياق كشفت مصادر لموقع مغرب انتليجنس سنديك أن نيكولاس مادورو كان قد تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر بتقديم دعم مالي سخي لجبهة البوليساريو بلغ حسب المعطيات المتداولة حوالي 20 مليون دولار، خصصت لتمويل برامج ذات طابع عسكري ودعائي شملت تحسين بعض المعدات وتوفير دعم دبلوماسي وفني لقيادة الجبهة الانفصالية. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الدعم لم يكن سوى حلقة جديدة في مسلسل التنسيق المكشوف بين نظام مادورو والنظام الجزائري، حيث شمل البرنامج أيضا منح تدريب ومنحا دراسية لعناصر وقيادات داخل البوليساريو في محاولة يائسة لإطالة عمر مشروع انفصالي لفظه المجتمع الدولي وتجاوزه الواقع السياسي والقانوني الذي يكرس مغربية الصحراء. ويرى متابعون أن قرار الحكومة الفنزويلية المؤقتة يشكل ضربة قوية لمحور الجزائر البوليساريو، ويعكس بداية تفكك شبكة الدعم الخارجي التي ظلت تراهن على أنظمة مأزومة لتسويق أطروحة انفصالية فقدت أي مصداقية على الساحة الدولية. كما يعزز هذا التحول المكانة المتنامية للمغرب الذي راكم خلال السنوات الأخيرة دعما دوليا واسعا لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والوحيد للنزاع المفتعل. ويؤكد مراقبون أن سقوط دعم مادورو أحد أبرز الداعمين التقليديين للبوليساريو ليس سوى نتيجة طبيعية لعزلة الطرح الانفصالي مقابل الزخم الدبلوماسي المغربي القائم على الشرعية التاريخية والقانونية والتنمية الميدانية والدعم الدولي المتزايد للوحدة الترابية.